بالقصود حط الكرة حمد الله يربح ثواني يرجع ابو جرين صابر الى زحزوح امين الى الرابع هاتريك ولكن يتصدى ابو ليلى رجل البطولة في حراسة المرمى. الأردن ضمنت لقب الهداف علوان ولقب الحارس أراه لأبو ليلى ويستاهل، بينما الكاس الغالية ذات ديش. الكرة خرجت وتعدات، الوقت فات ومات. مبروك الأسود، مبروك النشامة مهما يكن، مبروك المغرب البطولة، ومبروك الأردن هذا المستوى. أخيرا طارق السكتيوي في مباراة العمر ينتصر على جمال السلامي، والمغرب تنتصر على الأردن 3-2 في أحلى مباريات البطولة، في أقوى نهايات البطولة عبر تاريخها. حظ أوفر للأردن، البطولة جاية والكاس قادمة مع هذا التطور وهذا المستوى. ولكن المغرب هو شغل سنين، هو تدبير سنين، هي روح السنين، هي أموال السنين، هي إمكانيات السنين، وهي اللاعبين والمدربين متاع سنين. إذا مبروك الأسود، المغرب هو زئير العرب بانتظار زئير أفريقيا. أما الآن أين زئيرك يا محمد يا سعدون؟ شكرا لعصام. الزئير كان زئير يوسف شيبو عندما سجل المنتخب المغربي هدفه الثالث والهدف الشخصي الثاني لعبد الرزاق حمد الله، الذي تحدثنا كثيرا عن انه بامس الحاجه لانجاز واهداف مؤثره مهمه تاريخيه بقميص المنتخب المغربي. انتظر عام 2025 انتظر استاد لوسيل المونديالي ليسجل هذه الثنائيه الرائعه، بينما علوان صاحب الثنائيه الاخرى في هذه المباراه كان قريبا جدا من تسجيل الهاتريك والانفراد وانهاء البطوله لصالح المنتخب الأردني في اللحظات الأخيرة. لم يحدث ذلك. الكثير من السيناريوهات والتقلبات والتفاصيل الجميلة جدا في هذا النهائي الممتع. شكرا لمنتخبي المغرب والأردن على هذا النهائي التاريخي الممتع المثير الجميل الذي استمتع كل من شاهد هذه المباراة بتفاصيل هذا النهائي الجميل. تحية للمنتخب المغربي على ما قدم طوال مشوار هذه البطولة. الأكيد أن السيناريو مؤلم أن يخسر مرة أخرى نهائيا كبيرا في هذا الملعب، لكنه يستحق الإشادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كما استحق حمد الله أن يرفع فوق الأكتاف في هذه اللحظات. أكثر لاعبين خبرة اللاعب المخضرم الذي جاء في التوقيت المثالي بديلا ليضيف ما أراد